السلام عليكم. ماتش النهارده يتحمله كولر لانه ما قدرش قيمه لعيبه بيراميدز كويس، وراهن على لعيبه خذلته، وواضح ان لسه بدري عليهم انهم يشيلوا الاهلي في ماتشات كبيره زي دي. ما ينفعش جناحين زي مصطفى فتحي وابراهيم عادل تقابلهم بالدبيس وخالد عبد الفتاح، ودي قدرات وفروق فرديه وفرق خبرات كبيره. بيراميدز تاني اقوى فريق في الدوري المصري يمتلك لعيبه بعد الاهلي، وطبعا فخري كالعاده من اول الماتش استهانه. برضه يا اخي نص ملعب فيه المدفعجي محمود صابر وكريم حافظ. كولر غامر مغامره ممكن جدا كانت تبقى ناجحه لو كان في حسم قدام المرمى، لكن قفشه وطاهر وكريستو مع احترامي ليهم يعني ماتش كبير عليهم، وكمان سوء توفيق لعبد القادر في كام كوره عملهم كويس جدا لكن سوء الحظ. مباراه زي بيراميدز محتاجه ان نبدا بتشكيل زي الحرس مثلا، مش العكس. هو الواضح كده انه روتيشن وخلاص، يعني اللي بداوا الماتش اللي فات يريحوا والعكس صحيح، لكن الحرس مش بيراميدز وبيراميدز مش الحرس. هي اي نعم مباراه ملهاش اهميه كبيره، ولكن ما ينفعش تخسر 3-0، خصوصا ان الشوط الثاني بيتشيكو سايب لك نص الملعب وراح عليك 3 هجمات جاب منهم جولين. لازم كولر يكون قايم الناس اللي شاركت النهارده كويس جدا، ويكون كتب تقرير باستمرار الناس دي او من عدمه، لانه عمل موسم كبير وهزيمه اولى ليه في الدوري، وللاسف في الماتش اللي قبل الاخير مش هنذبح اللعيبه وهنقول حصل الخير، لانهم قدموا موسم محترم بصراحه وحققوا كل البطولات، والجماهير لاخر دقيقه بتشكرهم. لكن هقول واعيد واكرر، في اكتر من 5 لعيبه في النادي الاهلي ما يصلحوش للعب في النادي الاهلي اصلا، مش عشان ماتش النهارده بس، لكن عشان ماتش النهارده بيثبت وجهه نظر كل الجمهور فيكم. يا ريت صفحه النهارده تتمسح. احنا ابطال الدوري مهما حصل، قدر الله ما شاء فعل. كان نفسنا بدوري بدون اي هزيمه، دوري قياسي في عدد النقط، لكن مش مهم، الموسم الجاي ملحوقه بامر الله. لكن المهم دلوقتي تدعيم الفريق بمهاجم قوي وجناح شمال ومدافع قوي. وشكرا. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. السلام عليكم.